بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هصور لكم. انا عملت لحمة مفرومة فرمتها، والبهارات هي محطوط لها ملح. البهارات بتاعتها معلش هم اتخلطوا مع بعض تقريبا وانا بجيب الطبق. فلفل اسود، عليه نص جوز الطيب مبشورة مخلطاها معاها يعني، و 4 معالق من الكزبرة الناشفة، وانا هحطهم كده طبعا اهو. تمام. وطبعا هعجنهم، وبعد ما هعجنهم هنبتدي نصبعهم. فهعجنهم وهرجع لكم تاني. بقى كده لحمة مفرومة. على فكرة اللحمة دي انا عملت اكتر من كده بكتير، بس يعني انا ابتديت بالكمية دي لانها كمية كبيرة فانا قسمتها. انتي بقى لو عندك لحمة مفرومة سواء يعني قليل او كتير، فانتي على قد ما عندك على قد ما هتحطي كمية البهارات اللي انتي هتحطيها. يعني انا حاطة جوز الطيب مع الفلفل الاسود مع الكزبرة الناشفة. تمام. وهي اصلا فرماها محطوط لها ملح، انا حاطه فيها ملح ابيض. برضو تحطي ملح على حسب الكمية اللي عندك. تمام. انا طبعا هعجنهم مع بعض وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. بصوا يا جماعة، انا عجنتها على فكرة اهي، ما شاء الله الله اكبر عليها. هي الكمية كبيرة يعني ما شاء الله. عجنتها. انا خدت وقت كبير فعلا يعني في العجن، بس مش مشكلة يعني، لان الكمية كبيرة اوي، عشان كده انا قسمتهم نصين اهو. انتي بقى عايزة لو عايزة تصبعي بقى، انتي ممكن تصبعي بسيخ، او تصبعي اهو. يا جماعة انا صبعته بايدي. انا على فكرة انا بحب استخدم ايدي، انا ايدي نظيفة، فانا بحب استخدم صوابعي وايدي. ما بحبش البس جوانتي واعمل بيه. انا بحب استخدم ايدي. انتي بقى عايزة تستخدمي جوانتي استخدمي، بس انا بحب استخدم ايدي اهو. شايفين يا جماعة الصباع عامل ازاي اهو؟ اللهم بارك. صباع حلو خالص وتخين وجميل. عايزة تطوليه اكتر من كده انت ممكن تتحكمي فيه وتطوليه، عايزة تقصريه براحتك. كمان في ناس ممكن تعمله بسيخ، في تعملوه بسيخ، وممكن كمان تعمليه بمعلقة كبيرة اللي هي المعلقة الرفيعة دي، ممكن تعملي بيها وتصبعي بيها، وممكن تعملي بايدك زي ما انا بعمل كده. تمام. اهو تاني يا جماعة اهو، حسب الكمية اللي عندك انتي تصبعي الكفتة بتاعتك اهو زي ما انتي عايزاها تخينة اعمليها تخينة. انا عملتها ليه، بعملها ليه تخينة؟ لان انا عارفة ان هي لما يعني تشم النار وادخلها الفرن فهي هتكش، لان هي فيها نسبة دهون عالية شوية اهو. شايفين يا جماعة الصباع عامل ازاي اهو؟ ماسك نفسه على فكرة اهو. ما شاء الله اللهم بارك. لحمة حلوة جدا. اللحمة دي يا جماعة لحمة عجالي. يعني ايه لحمة عجالي؟ يعني لحمة عجل، او ممكن لحمة بقر عادي يعني اهو. يا جماعة شايفين الريحة؟ ما اقولكمش بقى الريحة جميلة جدا، عشان البهارات اللي فيها اللي حاطينها فيها اهو يا جماعة. شايفين
سهله جدا على فكره. انا بالنسبه لي ان انا بعملها بايدي سهله. بالمعلقه بقى لسه هتمسكي معلقه وكده عادي، انت ممكن تعمليها، بس انا يعني احب ان انا ايه اعمل كمان انا بعملها بايد واحده. انت ممكن تتمكني فيها وتعمليها بايد واحده، سهله جدا، سهله خالص يا جماعه، مش صعبه خالص اهو. يعني تلاقيها في ايدك كده ايه عجينه ما شاء الله اللهم بارك. حاجه حلوه قوي على فكره. انت ممكن تقعدي على ترابيزه او على اي مكان تفرشي الاول عشان بس ايه المكان ما يتبهدلش، وتبتدي طبعا ايه تصبعي فيها كده اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. اللهم بارك يا جماعه، حاجه جميله جدا اهو. شايفين يا جماعه اهو، شايفين الصباع ماسك نفسه ما شاء الله، حلو خالص. يعني انا بحب اللحمه المفرومه على فكره، وبحب اشكلها اشكال، ومش لازم على فكره تعمليها صوابع. في ناس بتحبها زي البرجر مدوره. انا احيانا برضو بعملها دائريه وبشويها على الفحم، واحيانا بستسهل وبشويها في الفرن، والاتنين حلوين على فكره. يعني الاتنين النكهتين بيبقوا حلوين، بس اللي على الفحم يمكن عشان بيدي ريحه وطعم اطيب شويه، والفرن حلو برضو. ممكن تحطي فحمه في النص، تحطي حته كده ورق حراري حلوه كده جميله، وتحطي نقطتين زيت وتقفليها وتغطي الصينيه بقى بعد ما تطلعيها من الفرن، وهي هتاخد ايه من ريحه الفحمه، وهتبقى زي المشويه بالظبط. تمام، يعني مش تحت شرط ان انتي تشويها على الفحم، لا انتي ممكن تعملي الطريقه اللي قلتلك عليها دي وتبقى زي المشويه على الفحم بالظبط للناس اللي هتعملها في الفرن. تمام، او ممكن تحطيها في الفرن من غير ما تحطي فحم ولا اي حاجه خالص. يعني انتي عندك اختيارات كتير، اللي انتي حباه ممكن تعمليه اهو. انا عملت كذا واحد، يعني كام واحد كده عشان اوريكي انا بصبعها ازاي اهو. على فكرة العجينة حلوة يا جماعة، العجينة في ايدي بتاخد وتدي اهو. شايفة الصباع، ادي الصباع اهو. تمام كده. انا هصبع شوية يعني حلوين كده، وبعدين هنشوفهم مع بعض. ايه رأيكم يا جماعة؟ ايه رأيكم في الجمال اللي انتوا شايفينه ده؟ هو في من تحت، بس انا عملت ايه يعني حابة ايه من فوق اهو، كام صباع من فوق. عملت كمية كبيرة شوية. ايه رأيكم بعد ما صبعته بالشكل ده؟ شكلهم حلو قوي، انا فرحانة بيهم بصراحة ان انا يعني عملت الكمية دي. وطبعا فض من اللحمة المفرومة كتير. طبعا ان شاء الله هبقى اطلع منها حاجات برضو كتير، نعمل منها كذا اكلة في الايام اللي جاية ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد طبعا. ربنا يبارك لكم في عمركم وفي احبابكم وفي اهلكم وفي اولادكم. وطبعا انا عملت النهاردة الطريقة اللي انا بعمل بيها الكفتة. كده انا خلصت الفيديو بتاعي. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله، ومع الف سلامة.